الراجل اللي قدامكم ده ربنا يحفظه ويكرمه، قصته مشهورة دلوقتي جدا في مصر. القصة باختصار ان هو بعد 11 سنة اكتشف ان مراته خطفت عيل ونسبته ليه. يعني بيقولوا ان هي كانت حامل وفي الشهر الثامن سقطت، فراحت خطفت زي قصة نرجس اللي كانت منتشرة في الشهور الأخيرة دي، وقالت له ده ابنك، وهو دخلت عليه اللعبة ونسب الولد ليه. طفل عاش معاه 11 سنة بيربيه وعايش مع اخواته، وهو يعني ابنه وده أبوه، ما يعرفش غير كده. بعد ال 11 سنة اكتشف الكارثة الكبيرة والقرار المهم اللي هو خده بلا تردد، ان هو هيرجع العيل ده اللي هو ابنه ده لأهله. ناس كتير خوفته وقالت له طب ما انت كده هتتسجن، انت ممكن الشرطة ما تصدقكش او القضاء ما يصدقكش، ومع ذلك صمم. سيبك بقى من ان هو يتسجن ولا ما يتسجنش، الكارثة الاكبر ان هو اي اب هيفهم الكلام ده، ان هو ده ابنه اللي مربيه. فحد يا جماعة انت متخيل هو وصل لايه؟ سلم ابنه بايده اللي مربيه بقاله 11 سنة لحد تاني كده، ما بين عشية وضحاها. القصة الحقيقة دي تعلمنا أكتر من حاجة لازم نفكر فيها، إن الحق أحق أن يتبع. لما يكون ليه حد عندنا ليه مظلمة لازم نرد له المظلمة دي، وده مش اختيار وده مش طرف، ده واجب علينا. لازم نرد للناس المظالم مهما أصابنا الألم ومهما أصابتنا الجروح برد هذه المظالم. شوفوا حضن الراجل لابنه اللي هو مربيه، حضن، بص الألم، بص الجرح العميق، ومع ذلك هو مش قادر يقابل ربنا، وهو يعتبر ان هو عرف فيكون مشارك لمراته في الخطف. جزاه الله كل الخير. الحاجة التانية ودي المهمة، ان الانسان ممكن يكون كويس ويتجوز واحدة مش كويسة، او العكس ممكن يحصل. ايوه الاساس الطيبين للطيبات والطيور على اشكالها تقع، والانسان بيصلح نفسه عشان يقع في زوجة صالحة، والعكس صحيح. لكن لكل قاعدة شواذ. وطبعا انا مش محتاج افكركم بسيدنا نوح اللي مراته كانت كافرة، وسيدنا لوط اللي مراته كانت كافرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الحاجة الأخيرة ودي مهمة جدا، احنا عايزين بقى نخلص موضوع اللحية فوبيا ده. في ناس عندهم قصة اللحية فوبيا، اول لما يشوف حد ملتحي يبقى خلاص بص ده ارهابي، ده وحش، ده جهنم وبئس المصير. ايوه في ناس ملتحين وحشين، لكن مش كل الناس الملتحين وحشين. فالتعميم ده خطيئة، ربنا يجازيه كل الخير ويعوضه خيرا ويصلح نفسية الطفل الصغير اللي صحي الصبح لقى ان امه مش امه وابوه مش ابوه. يعني لكل راجل او ست ولكل شخص بيخطف الاطفال الصغيره من ابائهم وامهاتهم، اعرف ان عقابك عند ربنا شديد. النبي قال من فرق بين ام وابنها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. ربنا يصلح الحال ويحفظنا جميعا يا رب، امين.